بيقولوا ايه في الايكو. والمحاضره اللي بلخصها لكم النهارده بتتكلم عن السمنه في السن بتاع انقطاع الدوره، نسميه بقى الامل، اليأس، مش مهم، بس هي بتورينا اشياء مختلفه جدا في السمنه في المرحله دي. اول حاجه، ودي كانت معلومه صادمه، انه الانرجي اكسبنشر يعني الحرق بتاع الرياضه بيقل. يعني لو انت مثلا رياضيه بتعملي مجهود، بتروحي مثلا سباحه مرتين في الاسبوع، السعرات اللي كنتي بتحرقيها قلت بمجرد دخولك السن ده. على الهاير بي ام اي، يعني كل ما كتله جسمك تزيد في المرحله السنيه دي بتحمل في طياتها خطر نيو اونست ديبريشن، يعني الاكتئاب لاول مره. احنا عارفين الاكتئاب ده جزء منه جيني وجزء منه تكوين شخصيه، ولكن بيكلمونا النهارده ان واحده عمرها ما عانت من اكتئاب ممكن الاكتئاب يزورها لاول مره في التوقيت ده، وبيسموها the perfect storm، يعني العاصفه اللي هي على ابوها. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل اضطرابات في النوم، اضطرابات في المزاج، كل حاجه بتتعاون مع بعض ينتج عنها في النهايه الحاجتين دول، اللي هو نيو اونست ديبريشن وزياده في الوزن، حتى لو السيده ما كانتش بتعاني من وزن قبل كده. وعشان كده الخلاصه في هذه المحاضره انه الانترفنشن الاستباقي او التدخل الاستباقي في مرحله البيريمينوبوز مهم جدا جدا جدا. عادي انك انت تطنشي 2-3 كيلو في العشرينات عادي وفي اول الثلاثينات، بس وانس قربنا يعني اخر 7-8 سنين دول انت داخله على بيرفكت ستورم، فلازم تكون عندك حاجه اسمها حلول استباقيه لزياده الوزن. واهم حاجه قالوها في النظام الغذائي ان انت محتاجه تزودي البروتين اكتر بكتير من اللي انت متعوده عليه، محتاجه يكون اكتر من 30% من سعراتك، تقريبا 1.2 جرام بر كي جي. مفيش ست في حياتي قابلتها الا لو كانت رياضيه يعني وعملت لها ريكول ولقيتها بتاخد الرقم ده، فاحنا بعيد قوي 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 قوي، وانا اول واحده عندي مشكله رهيبه في البروتين. المكملات اللي في المرحله دي المهمه جدا، المغنيسيوم عشان تشافي العضلات والتوتر، البيتا كاروتين علشان انتي اوكسيدنت، وكمان الحاجات اللي بتشتغل على العظم. مهم قوي نتعلم نمزج الكارديو والريزيستنت. وقالوا انه لو في سيدة بتشتغل في المكتب مثلا طول النهار، حلو قوي انها تعمل 20 تمرينة سكوات كل ساعة، تفصل من المكتبة. انا بعمل كده بس ما بعملش سكوات صراحة، بنزل الف في العيادة، احسن بكتير جدا من انها تأجل الرياضة لما تخلص يومها وتروح من الشغل. تاني، ان احنا نبقى قاعدين على المكتب كده ونقوم نقف ونعمل سكوات، كل واحدة بقى وشطرتها، مش لازم 20، 2-3 مجموعة زي ما احنا عايزين. ده لوحده هيفرق جدا 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 ويخليها تعمل ميكس كارديو وريزيستنت. دي اهم المعلومات. بيقولوا ايه في الايكو؟